يا ابوي لما الواحد بيقعد يفكر في ايام زمان، يا ريت ايام زمان ترجع تاني. فرق كبير. يعني ايام الموبايلات بتاعت زمان دي، فاكره فئه الجزم بتاعت ال 3500 دي، مش عارف ولا 510، مش ايوه فاكر ايوه الارقام. فاكراه. والاريال اللي معمول دوت، بس كانت جميله فعلا. ده الواحد لو كان فتح على حد وهو بيرن عليه كانك فتحت دماغه. يا سلام. دي مصيبه، دي كانت بتبقى كارثه. يعني انت دلوقتي زميلك عايز ترن عليه زمان، فاهم انت؟ تديله مزد يبقى انا صحيت، ماشي، مزدين يبقى انا جاي لك، 3 مزدات عملت حادثه. يا ما هي كده تبقى ماشيه كده زمان. ايوه، ما حدش يفتح على حد ابدا. تفتح عليا دي مصيبه. ده انا ممكن اعمل قعده عرب واقول لك ده انت كده يا باشا عليك وعليك وعليك. تفتح عليا انت مصيبتك سودة. مزد بس، مزد يا باشا، اخرك مزدات تين 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 بس خلاص. ما بص، حماده رن عليا يبقى حماده حي، ما ماتش لسه، ما دام شغال رنات يبقى حي. العيله وفين الكلام ده؟ انت بتحلم يا بنت، ما فيش الكلام ده. كل واحد دلوقتي يقول لك تعالى مثلا نتغدى مع بعضينا كعيله مع بعضينا والكلام ده كله. تلاقي كل واحد قاعد مع نفسه ماسك موبايله والنت شغال فاهم انت الكلام ده كله؟ واللي داخل على الفيس واللي داخل على ده واللي داخل، ما حدش بيكلم حد. كل واحد قاعد في حاله في ملكوته، عايشين في بيت واحد بس كل واحد لوحده، كل واحد مع نفسه. اول ما طلع التاتش كل واحد واخد تاتش وقاعد مع العيال الصغيره دلوقتي ما بتاكلش مع امها وابوها، كل واحد ياخد سندوتش. يا ماما اعمل لي السندوتش وروح عليك يا ابني تعالى كل معانا. لا مش فاضي، هو عايز الفيس وعايز الكلام ده كله والتيك توك والبتاع والايام السوداء اللي احنا فيها. مفيش اللمه خلاص. حتى الجيران دلوقتي، زمان كانت الجيران ايه؟ الواحد كان يسمع صوت جاره بس يجري عليه. دلوقتي ما بيعرفوش غير من ريحته انه مات، مقفول الباب عليه مات جوه. ما حدش بيسال على حد. كل البيوت تتجمع عشان مفيش يا ماما الكلام ده، يحلوها بس. مفيش الكلام اللي انت بتحكي فيه دلوقتي. كل همه التصوير. واحد بيموت واحد، صور ياض عشان الحق انزل على الفيس ياض ناخد ترند. طب يا ابني شوف اللي هيموت، واحد بيموت قدامك، لا ده عايز يصور. هو المهم يصور بس. يحوش. لا ما يحوش يا باشا. كنت ابص على الصور بتاعت زمان، بفتكر نفسي بسمير غانم واسمه التاني ده محمود ياسين. كنت اروح للراجل الترزه اقول له اعمل لي شارلستون من تحت. ايوه شارلستون المنفاخ. اقول له بص اعمل لي حته سودا وهو لون ازرق، ابقى ماشي بلونين. فين الكلام ده؟ كنت امشي بالبنطلون منفوخ من تحت وايه، مفيش حد زيي. اقعد ابص للصور واضحك والله. بس كانت فين؟ بص دلوقتي فين الايام دي؟ والبنات، شفت الطرح بتاع البنات بتاعت زمان؟ كانت البت عشان تداري شعرها تعمل بتاع 7 8 طرح لفوق زي نظام اهرامات فوق بعضيها. ايوه دلوقتي مفيش الكلام ده. البت اللي ما كانتش تبين حته الملوخيه بتاعتها تنزل لها كده من فوق، ما ينفعش. لازم تبين الملوخيه وتبين اللون بتاع الشعر. ما انا دلوقتي اعرف لون شعرك منين يا اختي؟ لازم تنزلي لي خصل عشان اعرفه. تبقى لابسه الحجاب ونص شعرها بره. والبركه جلت حتى، يعني حتى البركه جلت. الصبح تصحى الصبح تلاقي الليل جه. طب انا لسه ما عملتش حاجه، الليل جه بسرعه. سيبها في الصحاب بتاعت زمان ما تلاقيش واحد منهم دلوقتي. مفيش. الصاحب دلوقتي صاحب مصلحته فقط لا غير. طبعا. غير كده يا باشا السلام عليكم وعليكم السلام يا عم الحاج، ما بيجديش مصلحه معاك، عايز مصلحته بس. مصلحته بس. غير كده يا باشا مفيش صحاب. الصحاب بتوع زمان، الرجاله بتوع زمان خلاص دلوقتي ماتوا. والبنت زمان الولد كان ممكن يقعد بالشهور عشان يعرف اسم البنت بس اللي عايز يكلمها. تعالى دلوقتي، ده دلوقتي يبقى معاه الفيس بتاعها والواتس ومش عارف التليجرام والانستا ومش عارف ايه عشان تعرف البنت. كل ده يبقى معاكي. ايوه امال انت البنت ما كانتش بتنزل الصوره بتاعتها على الفيس. اول ما نزل الفيس كانوا يخافوا ينزلوا الصور بتاعتهم على الفيس. تعالى دلوقتي شوف الصور والرقص والدنيا الخربانه. ايام زمان كان الواحد عشان يعرف بنت يا لهوي يلف الدنيا كلها عشان يعرف بيتها حتى فين بس. صح. دلوقتي مفيش. يا ريت الزمن ده يعود تاني. يا ريت.